ده هيكون آخر فيديو قبل رمضان هنجهز فيه مع بعض رمضان وأقوله كده على شوية حاجات عايزين نتكلم فيها عشان في رمضان إن شاء الله هنعمل مع بعض سلسلة رمضانيات هكلمكم فيها عن حاجات مختلفة، مواضيع مختلفة يعني. آه، حاجات كده بسيطة يعني تسمعوها كده آخر اليوم أو في نص اليوم. الفيديو مش هيكون طويل يعني هيكون بس حاجات كده ايه مفيدة يعني في يومكم. وفيديو النهاردة بقى عايزة أتكلم معاكم على رمضان وازاي نستعد لرمضان صح، وازاي فعلا تخرجي من رمضان وانتي حاسة انك فعلا رمضان ده كان مختلف عليكي، ومن غير بقى جداول ولا خطط ولا كلام من ده احنا هنخش رمضان بقلبنا. مش بالجدول بتاعنا، مش بالمقارنات، مش بمين عمل اكتر مين قرأ اكتر والكلام ده. اول حاجة عايزة اقولها لك ان ربنا مش مستني منك نسخة مثالية في رمضان. ربنا مش مستني منك ختمة لو مش قادرة، ولا قيام طويل لو جسمك تعبان، ولا جدول متكامل لو نفسيتك مش جاهزة. ربنا مستني منك نية صادقة وقلب داخل عليه في رمضان وهو محتاجه. إن احنا بنستغل رمضان بقدر الإمكان اللي احنا نرجع لنفسنا تاني ونرجع روحنا للطريق تاني الصحيح. بنكون تهنا في مشاغل الدنيا ومشاغل كل حاجة في حياتنا، فبنحاول احنا على قد ما نقدر نرجع في رمضان تاني لطريقنا الصح. لو حتى بتعملي حاجة بسيطة بس في رمضان، مش لازم الكمال، مش لازم تعملي كل حاجة بالصح، بمجرد انك عايزة تخرجي من رمضان عاملة كل حاجة وانت من جواكي اصلا مش مقتنعة باللي انت بتعمليه، او مش حاسة، او اللي انت بتعمليه مش حاساه من جواكي. انت مش في سباق، مش في سباق مع حد مين هيذكر الله اكتر، مين هيصلي التراويح اكتر. انت مع نفسك، مع روحك، مع انت شخصيتك انت في رمضان ده غير رمضان اللي فات. فكل حاجة انت بتعملها في رمضان اعمليها بنيتك الصادقة انك فعلا عايزة تخرجي من رمضان وانت مستغلية صح، خارجة ب30 يوم وانت فعلا من جواكي حاسة انك مرتاحة نفسيا وقادرة انك تكملي الحاجات اللي انت كنت بتعمليها في رمضان، تكمليها بعد رمضان كمان. هل انت لو ما كنتيش مثلا بتقرأي قرآن قبل كده، ولا عمرك مثلا ختمتي قرآن في رمضان قبل كده، هل مفيش فرصة خلاص انك تجربي؟ لا طبعا. تخشي رمضان وانوي النية انك حابة انك تغيري من نفسك وتقرأي قرآن وتختمي المصحف السنة دي، حابة انك فعلا تعملي حاجة تحسيها انجاز، انك تقرأي المصحف وتختميه في رمضان حتى هي مرة واحدة بس. لو ختمتيه هتحس بإنجاز رائع، هيبقى بالنسبة لك حاجة رائعة جدا عايزة تجربيها تاني وتالت ورابع طول السنة وكل الوقت مش في رمضان بس. حاولي على قد ما تقدري تجربي انك تختمي القرآن في رمضان ده. انا مش بالنسبة لي يعني مش طول عمري كنت بعرف اختم القرآن. يمكن ختمت القرآن مثلا 4 أو 5 سنين، مش قبل كده خالص. آه، بس لما جربت أول مرة في رمضان اللي أنا ختمت المصحف كاملا قبل ما رمضان يخلص، عن جمال الإنجاز اللي أنا عملته، رائع أحلى من أي إنجاز ممكن تعمليه تاني في حياتك، بعيدا بقى عن أي حاجة خالص تانية انت بتفكري فيها أو بتعمليها. فحاولي تحطي لنفسك هدف في رمضان ده انك فعلا داخل رمضان ده تعملي حاجة تتبسطي بيها وتحسي بالفخر انك عملتيها في رمضان. اوعي تضيعي صلاة التراويح في رمضان، على قد ما ناس ممكن تشوف ان هي مرهقة او ان هي سنة او مش اساسية، ولكن هي التراويح هي الروح بتاعة رمضان. لو نزلتي صلاتيها في الجامع مع الناس اللي تعرفيهم، او حتى في البيت وانت قاعدة مع نفسك وتقرأي حبة من القرآن وتريحي حبة، كلها حاجات جميلة جدا. اوعي تضيعيها في رمضان، واوعي تضيعي رمضان في انك تتفرجي على المسلسلات وعلى تقعدي بقى تشوفي انا هطبخ ايه النهاردة وهعمل ايه. هل انا مثلا بقولك كده ان انا مش هتفرج على مسلسلات في رمضان؟ لا طبعا بنتفرج. ما بقولكش يعني ان انا رائعة وما بعملش اي حاجة في رمضان، لا طبعا بنعمل حاجات، ولكن ما تخليش حاجات
الحاجات دي تيجي على حساب إنِّك تضيّعي رمضان، الشهر الرائع الكريم ال30 يوم على حساب حاجات تانية. وعلشان تعرفي تدخلي رمضان صح وعلشان تحسي إنِك فعلًا داخلة وأنتِ قلبِك جامد، ابدئي من قبل رمضان بحبة، بأسبوع كده أو أسبوعين، دخّلي نفسِك في الmood بتاع رمضان، إنِك تحاولي تنتظمي في صلاتِك كل يوم، تحاولي تقرأي كل يوم صفحة من القرآن، آمم ات خلّي دايمًا الذكر على لسانِك طول النهار، شغّلي الأذكار وأنتِ واقفة، شغّلي الأذكار واقعدي قولي معاها. استغفري، كل الحاجات دي بجد هتفرق جدًا لمّا تدخلي على رمضان إن شاء الله، تكوني فعلًا الحاجات دي جواكِ وبدأت معاكِ، ولمّا تعملي الحاجات دي من قلبِك بجد، مش مجرد إن إحنا في رمضان يعني هنصوم ونصلي ونقرأ قرآن فإحنا كده بعد رمضان خلاص، لأ، لمّا تعملي الحاجة دي من قلبِك من جواكِ، هتخرجي من رمضان وهتخرج معاكِ الحاجات اللي أنتِ كنتِ بتعمليها واللي أنتِ بدأتِ فيها في رمضان. حتى لو ختمتِ مثلًا المصحف في رمضان مرّة، بعد رمضان طبعًا مش هتقرأي بنفس القدر اللي أنتِ كنتِ بتقرأي بيه عشان خاطر تخلّصي المصحف في ال30 يوم، بس على الأقل ما تضيّعيش الوِرد بتاعِك كل يوم. اقرأي لِك صفحة، صفحتين، حتى لو سطر واحد بس، كل ما تفتحي موبايلِك نزّلي عليه المصحف، اقرأي لِك صفحة، سطر واحد في اليوم، سطر واحد كل ساعة، هتحسي بجد بفخر وإنجاز رائع تاني في الموضوع ده. وعايزة برضه أعرّفِك على حاجة، ربنا مش بيتعامل معاكِ بالأرقام، مش إن أنتِ هتخلّصي المصحف 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات، فأنتِ كده أحسن من اللي ختمت المصحف مرة أو لسه ما ختمتوش خالص. قُلت لِك في البداية إن الموضوع كلّه بيتعلّق بنيتِك وبصدقِك من جواكِ إنِّك فعلًا عايزة تعملي الحاجة دي. مش هتقولي إن أنا هاصلّي قيام الليل 20 ركعة، ده أنا هاعمل وهاسوي وقُلت النهارده استغفرت 1000 مرّة، 2000 مرّة، لأ، مش بالأرقام أبدًا، ولكن بنيتِك الصادقة اللي جواكِ إنِّك فعلًا عايزة تعملي الحاجة دي، وعايزة تخرجي من رمضان فعلًا وأنتِ مستغلّياه صح وآخدة الثواب الصح. طبعًا كل الثواب بيكون من عند ربنا، ولكن إحنا ب بانبّهِك بس للحاجات اللي أنتِ ممكن تعمليها. وكمان نقطة مهمة جدًا وهي إن رمضان مش شهر مختلف عن حياتِك، يعني رمضان قد ما هو شهر جميل طبعًا رمضان بييجي علينا بالخير والبركة وبيبقى فيه إحساس رائع وشعور مختلف كده بالعالم اللي حوالينا بيختلف تمامًا في رمضان، ولكن رمضان شهر زي أي شهر. مفروض حياتِك في رمضان هي دي نفس حياتِك طول الوقت، واللي أنتِ بتعمليه إنِّك تسعي إن حياتِك فيه في رمضان هي دي اللي تكون حياتِك العادية، كل يوم صلواتِك، كل يوم الأدعية بتاعتِك، كل يوم القرآن بتاعِك والحاجات دي كلها. نقطة مهمة كمان عايزة أقولها لِك وهي إن اوعي تضيّعي رمضان من غير ما تدعي بالحاجة اللي أنتِ بتتمنيها ونِفسِك فيها. مهما كنتِ عاملة إيه في دنيتِك، مهما كان نِفسِك في إيه، مهما كان الحاجة اللي أنتِ بتتمنيها دي وبتدعي بيها صعبة، ادعي بيها في رمضان. طول ال30 يوم ادعي، ادعي، ادعي بأي حاجة نِفسِك فيها. ما فيش مرّة هتدعي بحاجة وربنا يخذلِك فيها، لو الحاجة دي فعلًا من نصيبِك وليكِ ليها يعني فيها رزق ليكِ وفعلًا الحاجة دي مكتوبة لِك مستحيل الحاجة دي هتروح منِّك، لو هي مكتوبة لِك وأنتِ بتدعي تسعي علشان الحاجة دي تبقى معاكِ، صدقيني هتيجي لِك وهتبقى بين إيديكِ. زي ما قُلت لِك دلوقتي إن رمضان هو شهر عادي زي أي شهر في حياتِك، ما هوش فرق إن إحنا لازم نعمل كل حاجة في رمضان وبعد كده نرجع تاني لنقطة الصفر، لأ، الهدف في رمضان هو تدريب أو تهذيب لنفسِك إنِّك فعلًا تاخدي الحاجات اللي أنتِ كنتِ بتعمليها في رمضان تكمّلي بيها بعد كده. لو أنتِ فعلًا من جواكِ فعلًا عايزة إنِّك تكوني بتصلّي كل صلواتِك في وقتها، وبتذكري ربنا وبتقولي الأدعية وأذكار الصباح وأذكار المساء وقيام الليل والقرآن وكل الكلام ده، أنتِ بتجرّبيه في رمضان علشان لو أنتِ يعني الموضوع بيكون صعب عندِك إنِّك مثلًا مش قادرة تعملي الحاجة دي في الأيام العادية، فرمضان هو تدريب، تدريب لنفسِك مش سباق.
مش سباق إنِّك يالّا، يالّا نعمل كل الكلام ده عشان نبقى طلعنا من رمضان مِيَّة، مِيَّة لأ، تدريب لنَفْسِك إنِّك قدرتِ تعملي الحاجات دي في رمضان، يبقى أنتِ قادرة تعمليها طول السنة عادي، مش عشان رمضان إحنا بنصلّي فيه وبناخد فيه الثواب فإحنا لازم نعمل فيه كل حاجة لأ. الهدف بقى بتاعِك على آخر رمضان إنِّك تحاولي تاخدي معاكِ حاجة صغيّرة من اللي أنتِ كنتِ بتعمليها في رمضان تكمّلي بيها بعد رمضان، إن هي مثلًا ذكر الصبح ركعتين ثابتين قيام ليل، تقرأي قرآن حتى لو صفحة واحدة بس في اليوم، الحاجات الصغيّرة اللي أنتِ كمّلتيها بعد رمضان هي المكسب الحقيقي اللي أنتِ طلعتِ بيه من رمضان. النقطة بقى الأهم واللي هتكون بقى هتغيّرِك فعلًا، إزاي تطلعي من رمضان وقلبِك أخف وأهدى وحاسة إنِّك فعلًا، فعلًا آآ إنِّك خلاص كده بقيتِ أحسن بكتير. هتعملي إيه، هتجيبي ورقة وقلم وهتسألي نفسِك 3 أسئلة، إيه الحاجة اللي ريّحت قلبي بجد في الحاجات اللي أنا باعملها دي؟ إيه اللي حسّسني بقُرب من ربنا؟ إمتى حسّيتِ إنِّك فعلًا قريّبة من ربنا؟ إيه اللي ينفع أكمّل عليه بعد رمضان؟ إيه اللي ينفع أكمّل عليه بعد رمضان؟ بعد رمضان في الأيام اللي هي العادية بتاعتنا هنعمل حاجات نفس اللي كنا بنعملها في رمضان بشكل أخف وأبسط عشان تبقى روتين في حياتنا ودي تبقى الحياة بتاعتنا بعد كده من غير ما نحس بتقل في أي حاجة احنا بنعملها ليها علاقة بربنا. حتى لو الموضوع أقل لو أهدى بس الفرق إنك هتكوني مستمرة. طبعا الاستمرارية أحسن مليون مرة من إنك تعملي حاجة وقت طويل وتوقفيها فجأة. وفي النهاية عايزة أقولك إن رمضان مش محتاج خطة ولا ضغط ولا مقارنة مع حد. رمضان محتاج قلب جاي بضعفه وبتعبه وبصدقه عايز فعلا يتغير وياخد ثواب وياخد الكرم بتاع شهر رمضان. ولو داخلة السنة دي بقلبِك رمضان ربنا هيقابلِك برحمته. اكتبي لي بقى في comment حاجة واحدة داخلة رمضان عايزة تعمليها بقلبِك مش بالخطة أو مش أي حاجة. استنوني بقى في رمضان إن شاء الله هنعمل لكم سلسلة حلقات كل أسبوع هينزل حلقة. لسه ما حددتش المواضيع بالضبط اللي أنا هاتكلم فيها، ولكن هي هتكون مواضيع حلوة جدًا ليها علاقة برمضان برضه، هتكون حاجات لذيذة كده يعني، فيديوهات مش تقيلة خالص، وبس كده هو ده فيديو النهارده، باتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، باي باي.